ما كنت ناوية والله، ما كنت ناوية أصلا، ما كنت ناوية إني أروح، بس إني يوم شفت الحبوب وشفت الفلوس ما أدري، ما قدرت. طيب. وبس ثاني يوم يدق علي ما ردت علي. دق على أخوي قال فلان إيش فيها، إيش ما فيها؟ قال لا ما فيها شيء. قال ما أدري، بنتي قالت لي إنها بالمستشفى وكذا. قال لا لا ما فيهم شيء وموجودة بالبيت. طبعا أنا أشر لأخوي يقول له إني أنا نايمة، ليه يكلمني؟ مم. يرسل مم. يرسل يرسل، ما ردت عليه. ثاني يوم دي ثالث يوم جاب بنته وولده، وشاف ولده الصغير وطنشت أنا. طبعا أرسل لي أسهل، رسالة. أسهل ما عليه يجيب جيش الروم ويجيبه عندكم. هذا جابهم، أسهل. اي جابهم واخذ بس بنته. ثاني يوم جابهم كلهم، بعدين اخذ بنته بس اللي عليها مدرسة. أي، اي هم اللي قضاء بس. الدوام الأربعاء يجيب جيش الفرس ويجيبه عندك. المهم انه ما نفعت الروحة هذه فيه، يعني صدق انها يمكن خوفته شوي، بس ما على العموم راحت السالفة هذه. وقعدت يمكن اسبوع كذا وهو سافر، طبعا انتداب عمل. إيه. طبعا ما في الانتداب علاقة. الخاص. إيه. اي ما في طبعا، لا تواصل بيني وبينه ولا شيء رسمي. اخباركم، اخبار عيال، شيء ناقصكم كذا بس. ظليت رمضان كله. يا قلبي. لا لا، رديت بيتي اليوم سافر، عفوا رديت بيتي يوم سافر. قلت بما انه هو مو موجود انا برجع بيتي. فعلا مم. رجعت بيتي وعادي، وضع طبيعي. يوم جت قرب على العيد. وهو أساسا ما يدري وراك رحت. اي ما لا يدري. شوفي هو يعني مثل ما تقولين شاك، بس ما يدري شنو انا شفت. المشكلة إنك تزعلين على شيء ما فهمه أصلا ولا يدري وش السبب. ايوه. لا لانه هو ارسل لي رساله طويله، احنا لنا 17 سنه متزوجين وانت ما عمرك طلعتي من البيت. اذا في شيء حنا نحله بيننا، ما له داعي طلعتك من البيت. ايوه قال كذا يعني. إيش رديتي عليه؟ رديت عليه قلت له السبب اللي خلاني اطلع من البيت 17 سنه سبب قوي، وانت اساسا ما كنت ما تبي تعرفه. ما قلت لي، قلت لك اول ما قال لي قلت له انا تعبانه نفسيا وبجلس عند اهلي. بس هذه اول رساله. وبس بعدها عاد يوم سافر ارسل لي رساله طويله عريضه: انا سافرت وزعلان عليك، وانت غلطتي، وانت اخطيتي، وانت ركب لي كل يوم قال الخطا. غلط. اي، ركب كل الخطأ. طيب انت اي وصلتي وجهة نظرك، قلتي اللي شفتي؟ لا والله ما تكلمت نهائي، ما تكلمت صراحه نهائي باللي شفته، ما تكلمت. وهذا غلط. المهم، اي فعلا هذا الغلط فعلا. فيني انا ام اليسر، فيني خوف من المواجهه، فيني خوف من المشاكل، ما احب. يعني استغليتي فرصة الرسالة يا قلبي على الواتساب، مرسل اللي تصك عسار، هو مرسل اللي تصك وش طوله. كان رسالتي رد نفس الشيء فيك وفيك، وشفت وكشفت ولقيت وواجهت وطلعتي كل اللي بخاطرك برسالة. يا انك تجي وانت فاهم ولا شوف لك حل. هذا ميت لعبة المهم طفل. رجعتي لبيتك وبعدين رجعت انت. لبيتي اول يوم العيد. طبعا يوم رد من الانتداب ما لقاني، نفس علي، ارسل لي رساله مو حاله وما ادري ايش. قلت له طيب تعال خليني كل ما اكلمك. بعد صدرك ولا شفتي شيء شلتي قريشعاتك وشنيطاتك طرتي لهل. لا والله عمري ما طلعت الا المره هذه. شوفي 17 سنه ما اطلع على، يعني ما اطلع، ولا عمري زعلت عليه. اذا بزعل عليه زعل عليه بالبيت، ولا ما في طيب يعني وش شيء نوع يسوى. الطلعة الثانية دي وشيله؟ هو مو بيجي من السفر، انا قلت ما ابي استقبله، يعني ما ابي اكون بالبيت خلاص، وانا زعلانه عليه من البدايه.